السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مع إيمان. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عصير بالفلون او سموتي بالفلون. كيجي بنين بزاف وخاطر كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع الفيديو الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كنبداو في تحضير الفلون بالطريقه اللي كنعرفوها. في كاسرونه كنوضع نصف لتر ديال الحليب، وكنزيد ليها واحد الساشي ديال فلون ديال الفريز، وكنزيد ليها 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كنحرك المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم، ومن بعد كنوضع الكاسرونه فوق النار. في الاول خاص تكون النار متوسطه، ودائما مع التحريك كنبقاو نحركو فيها غير كنشوفوها بدات كتغلي كنقصوا على النار باش ما يلصقش لينا. من بعد ما كيغلى بحال هذا الشكل كنزولو من فوق النار وكنخويه في واحد البول وكنخليه حتى كيدفى، عاد كندخلو للثلاجه باش يبرد. من بعد ما برد الفلون ديالنا كنخرجوه من الثلاجه وكيكون القوام ديالو بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنخويه في الكأس ديال الخلاط الكهربائي وكنزيد ليه واحد الحك ديال الياغورت بنكهه الفريز. كنطحنوا المكونات كلها مزيان حتى كنحصلوا على العصير. الا ما بغيتوش يكون خاطر بزاف يمكن لينا نزيدوا ليه كأس ديال الحليب، انا فضلت نخليه غير بحال هكا. ومن بعد ما طحناه كنفرغوه في الكؤوس، راه كيجي لذيذ وخاطر كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للعصير الثاني وهو نفس الطريقه ديال العصير الاول، غير هو كنبدلو النكهه كنديرو فلون ديال البنان. في كاسرونه كنوضعو نصف لتر ديال الحليب وكنزيدو ليها واحد فلون ديال البنان و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كنحركوا المكونات كلها مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم. ومن بعد كنوضعوا الكاسرونه فوق النار. في الاول النار كتكون متوسطه، ومن بعد كنقصوا على النار وكنحركوا مزيان حتى كيطلع داك الفلون الغليه بحال كيف ما كتشوفوا في الفيديو. عاد كنطفيو ليه كنخويوه في شي بول حتى يدفى شويه، ومن بعد كنوضعوه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان. ومن بعد ما برد كنخرجوه من الثلاجه كيكون هذا هو الشكل ديالو. كنوضعوه في الكأس ديال الخلاط وكنزيدوا عليه حك ديال الياغورت ديال البنان وكنطحنوه مزيان. ومن بعد ما كنطحنوه كيكون العصير ديالنا جاهز. كنخويوه في الكؤوس وكنقدموه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديال العصير اللي وجدت معكم، راه كيجي بنين بزاف وخاطر كيجي بحال هذاك العصير اللي كيتباع في المحلات وبحال هاد العصائر اللي كينفعوا مع هاد الحراره. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه والتعليقات ديالكم الزوينين وبارطاج مع العائله والاحباب. وشكرا لكم.